قعدنا مع دكاتره التحليل اللي مشرفينا ومنورنا الجينياس بتاعنا الكابتن عمر عبد الله. كابتن عمر اهلا وسهلا بيك، تحياتي. اهلا بيك يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل، تمام الحمد لله. وملك الارقام والاحصائيات السيد محمد عمار، ازيك يا عمار؟ ازيك يا هيما؟ كله كويس؟ كله زي الفل يا ريس، يا رب دايما. طيب خليني نخش مع بعض على طول في الموضوع والزمالك واداء الزمالك اليوم، كيف رصدته من الناحيه الفنيه، وخلينا على طول نخش على الحالات. طيب الزمالك لسه ما زال بيعاني. جيزوالدو فيريرا عاد من جديد وعاد ل 3-4-3. الراجل عرف ان 4-3-3 مش هتجيب همها خالص، خاصه ان انت هتبقى عايز تركيبه مركبه في وسط الملعب ضعيف اساسا. النهارده الزمالك وصل المعاناه على الصعيدين الدفاعي والهجومي، بس خلينا نوصل لنقطه ان الزمالك وهو بيبني اللعب عنده شيء كارثي. الكره ما بتعديش على نص الملعب، سواء لعب كره طوليه او كره على الارض. فتعال نشوف الحالات سريعا وهنجيب كورتين اللي قدر فيهم الزمالك ان هو يوصل بشكل ما لمرمى شباب بلوزداد. ولكن لو بصيت هنا بالظبط، هنا البيلد اب بتاع الزمالك بيبدا من خط الظهر عادي جدا، الاثنين اللي على الدايره عمرو السيسي ودونجا. مشي بقى الهجمه، التمريرات يا ابراهيم هتلاقي الهجمه بتروح كلها من اليمين للشمال، ما بيخرجش بالكره غير على الطرفين، ما بيعديش على نص الملعب ابدا. بيوصل الكره هنا لزيزو، زيزو لسيف الجزيري. بص حتى عمرو السيسي فاضي تماما في وسط الملعب وبيطلب الكره، لكن تحس ان يا اما ما فيش ثقه يا اما دي تعليمات مدرب، ما توقفش الكوره في نص الملعب. ما كانوش مدينهم فرصه خالص. لا شباب بلوزداد ما كانوش مدينهم فرصه. لا وحتى في الاوقات اللي هم بيبقوا فاضيين فيها لعيبه الزمالك بتختار ان هي تطلع على الطرفين. لا وصلت هنا الكره لنيمار فلعب الكره العرضيه، ودي كانت اول كره يبقى فيها دريبل وفيها يعني دخول في منطقه. نفس القصه تاني، بيبدا الزمالك من خط الدفاع، بيلعب الكره ناحيه اليمين. بص تدوير الكره برده هيلف، كل الكره هتلف بعيدا عن الوسط. عمر جابر هو اللي دخل في نص الملعب على فكره، اللي مرر الكره اللي فاتت دي لسيف الجزيري. هتوصل الكره ما بين زيزو وفتوح. بص هي كلها مجموعه الاطراف، الكره ما بتعديش على نص الملعب، لان الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في نص الملعب. وده مش تقليلا من عمرو السيسي ودونجا. الكره هتوصل في الاخر على فكره زيزو، دي تسديده زيزو اللي كانت في الشوط الاول، واحده من الكرات القليله اللي الزمالك شاط فيها اون تارجت. المقصود اللي يتقال ان احنا عندنا في الهجمه 4 مراحل: مرحله البيلد اب، مرحله البروجريشن، مرحله الاتاك، مرحله الفينش. فانت ال4 مراحل دول عشان احنا معربين البرنامج: مرحله بناء اللعب، ثم تطوير اللعب، ثم الهجوم، ثم الانهاء. الزمالك عنده مشكله في المرحلتين اللي في النص، هو بيبيلد اب بس ولا بيعرف يطور ولا بيعرف يهاجم، لان منطقه وسط الملعب اللي المفروض تعمل كده عطلان، ما عندوش اللاعب اللي بالقدرات دي. كان بيعملها بشكل جيد في ال3-4-3 اللي كان فيه امام عاشور، كان بيعملها في ال4-2-3-1 عشان كان فيه ساسي. فكان دايما في لعيب عنده الفكره دي في وسط الملعب. لما لعب 4-3-3 حط عمرو السيسي بنفس وظائف امام عاشور فعطل، رجع ل3-4-3 ومفيش امام عاشور فبرضه عطلان. فهيواجه مشكله كبيره لحد ما يلاقي لاعب رقم 8 يكون متنفس في الخروج بالكره بدل الخروج من الطرفين، لان يبقى سهل جدا على اي فريق زي ما عمل شباب بلوزداد النهارده. نفس السؤال يا عماره، ايه الاسباب اللي دفعت الزمالك للخساره النهارده؟ وانا بتكلم مع مختار بالاختير اللي هو كابتن فريق شباب بلوزداد، قال ان احنا كنا مذاكرين لعيبه الزمالك كويس وعارفين ان احنا لازم نوقف خطوره 2 من اللعيبه زيزو وسيف الجزيري، وقال كان عندنا تعليمات ان نقطه ضعف الزمالك دايما في خط الظهر. انا هاخد من كلام الراجل. الزمالك ما عندوش جديد، ودي نقطة مهمة جدا، هي دي اللي تبقى عنوان كبير للزمالك عموما في المرحلة الجاية. الزمالك ما عندوش جديد يقدمه من الموسم الماضي، هو بيلعب بنفس الشكل وبنفس الأسلوب ولكن بأداء لعيبة أقل، وهي دي النقطة. قول لي. أنا حاسس إنه الزمالك النهارده ما عندوش شخصية، ما عندوش هوية، ما عندوش قدره على انه ما فيش حل حتى فردي. يعني كان دايما يقول لك ايه ميزه الزمالك شويه، ان عطله الحلول الجماعيه في الاداء الجماعي في حته فرديه زياده هتحصل. صحيح. مش لاقي حد، حتى زيزو اللعيب الوحيد اللي ممكن كنت تعول عليه في الحلول الفرديه اتعمل عليه النهارده رقابه قويه جدا من 2 لعيبه، فمبقاش عارف يعمل حاجه وكل تحركاته يعني مقيدة. عشان الطبيعي ان انت ما ينفعش تستغل الفتره اللي فاتت بتاعه الموسم الماضي في الطفرات اللي حصلت لمستوى اللعيبه على طريقه لعب معينه في انقاذ موسم بشكل معين بظروف معينه، وتبتدي هي دي اللي تخليها هي السمه الاساسيه للنادي. لا، انت لازم عندك منظومه، المنظومه دي بتطور كل اداء اللعيبه، يبقى في لعب كوره او في طريقه، في نهج. انت لو اتفرجت على ماتش الزمالك وكل ماتشات الزمالك اللي فاتت، طلع فكره واحده بتتعمل
لا. من ورا مفيش لقدام. تكرار، مفيش تكرار، مفيش نمط. النوطه الوحيده يعني لو بدانا بالحالات، يلا خلينا نخش على الحالات. هي النقطه الاساسيه من المنظر ده انت شفته كام مره. الزمالك بيبيلد اب عادي، بيبني اللعب عادي زي الفكره من عند عبد الغني. بص محمد طارق بيرجع تاني على خايف، هو اللعيبه خايفه عندها تعليم. بص حتى فتوح الكره اللي فاتت دي معلش نرجع ليها، حسام عبد المجيد بص الكوره بدل ما يلعبها له على الارض لعبها له برده الكوره الطوليه. هو فتوح بيقول له اهدى، يعني هو فتوح واقف بيقول له يبقى انا شويه. انا كده انا ما ينفعش ابقى على ارضي الزمالك بادئ دوري ابطال افريقيا على ارضي، نمشي الحالات عادي يا جماعه واحنا بنتكلم. بص انا الزمالك برضو بيحضر بنفس الفكره وبرضو بلعب الطويل. طب انا لو ما لعبتش على ارضي واثبتت للمنافس اللي قدامي ان انا عندي شراسه او ان انا عايز اكسب حتى بنهج بفكر، انا مش بقول لك حتى ب 3 4 3 ولا 4 3 3، انا بادئ عايز اهاجم، انا بادئ عايز ادي اصرار، ارهب الفريق اللي قدامي. بص الكره الطوليه لزيزو بص رايحه فين، مفيش اي مغزى اكيد من اللي انا بعمله ده. انا برضو بستغل نفس الموسم الماضي سرعات الجزيري وسرعات زيزو، في اي لقطه من دول يجيب لي فاول، يجيب لي انفراد، يعمل اي حاجه، اخد الكره الثانيه في نص ملعب بالفرقه. طب بص في المقابل شباب بلوزداد الفريق اللي جاي المفروض ان هو الزمالك مستضيفه وجاي عامل حسابه، بص الراجل بيحضر ازاي، كمل امشي بالكوره. بص ضغط لعيبه الزمالك، هل ده ضغط طبيعي؟ هل ده المفروض الزمالك في ارضه يضغط بالشكل ده؟ بص الراجل راح فين؟ الكوره اتنقلت واحد لمسه واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الراجل بص وصل خلاص قرب منطقه جزاء نادي الزمالك. لما تتقطع الكوره بص الازمه الاساسيه فتوح بيلعب لزيزو، بص زيزو خلاص مقفول عليه، رجعت الكوره شباب بلوزداد تاني. اذا يعني في كوره تحديدا على لزيزو وهو بيشوح بايده، بيقول يا جماعه اضغطوا معانا. طيب ما هو ده كده. بص الراجل لا كوره والثانيه وتبص استلم الكوره، الراجل لف لعب الكوره اللي هو عايزها الطوليه، طب ما جاتش، طب نعيد تاني. بص الراجل طالع بالكوره بيلد اب هايل جدا، مفيش ضغط خالص من لعيبه الزمالك، في اريحيه كبيره جدا. كمل الكوره اتقطعت الكوره، رجعت تاني شباب بلوزداد واخد الكوره. بص كل ده بص على الفريم اللي بعديها، تبص زيزو بيشوح. هو كده يا جماعه مش هينفع. يبقى ده في مشكله كبيره جدا اولا في شخصيه الزمالك، ثانيا الزمالك ما بقاش عنده منظومه لعب. الزمالك بقى محفوظ لكل الفرق، عشان كده كل الفرق اللي بتيجي بتقابل الزمالك ادي هو افريقيا من شباب بلوزداد وادي ماتشات الدوري، كل الفرق بتجيد وبتلعب كوره على الزمالك لان الزمالك ما بقاش عنده حاجه يقدمها، مفيش جديد. ودي نقطه مهمه جدا. طيب ده ما يتعلق بالزمالك، الاسباب وكل ما ادى الى هذه الهزيمه وهذا الشكل اللي كنتوا لخصتوه.